نحاول أن نذهب بعيدا في هذه المنافسة. كل شيء ممكن في كرة القدم. الآن نستمع لزياش متحدثا بعد نهاية هذه المباراة وبعد تأهل المنتخب المغربي كبطل لمجموعته السادسة. حاولت بالتأكيد أن لا تقدم المقابلة منذ قليل. أخبرني الآن، أنت سعيد، ماذا عن هذه اللحظة؟ أنتم في صدارة المجموعة، ما هو الإحساس كلاعب ومجموعة؟ فخور. نحن حاربنا في كل لحظة على أرضية الميدان في هذه المباراة وكتبنا التاريخ اليوم، وأظن بأن الجميع في غرفة تغيير الملابس وحول العالم يدركون ذلك ويمكن أن يكونوا فخورين. سجلت الهدف الأول، ما هو الإحساس؟ رائع، إحساس رائع. الهدف الأول إحساس رائع. وهذا ماذا يعني هذا بالنسبة لكم وبالنسبة للمنطقة بصفة عامة؟ لأنني رأيت الجماهير اليوم. هذا رائع، هذا أمر جنوني بكل بساطة. بالنسبة لنا كلاعبين نعرف أنه عندما يلعب المنتخب المغربي الأجواء دائما ما تكون هكذا، ونعرف هذا الأمر ونعرف جماهيرنا، ولكن إحساس رائع، ولهذا نلعب كرة قدم. حظا سعيدا للمستقبل وتهانينا للدور القادم. شكرا لك. استمعنا لحكيم زياش الذي قدم مباراة كبيرة. دعونا ننتقل إلى أرضية الملعب مع إبراهيم خضر. إبراهيم تفضل لك الكلمة. شكرا لك محمد. في مباراة بلجيكا قلنا مبروك علينا هذه البداية، ما زال ويبدو أنه بالفعل ما زال لدى المغرب، وهذا ما نشاهده وما لاحظناه اليوم. تأهل، ليس فقط تأهل بل تأهل وصدارة. كابتن عزيز بن نيج في هذه الأجواء، في هذه الاحتفالية الكبيرة، وكرة الرحلة تتكلم عربي اليوم أخيرا. صراحة ألف مبروك للشعب المغربي وللجمهور المغربي، للاعبين، لملك البلاد محمد السادس نصره الله. الشكر أيضا للشيخ تميم والشيخ جاسم والشيخ جوعان وكل العائلة الحاكمة لمؤازرتهم، وللشعب القطري أيضا والشعب العربي لهذه المؤازرة الكبيرة للمنتخب المغربي. أظن بأن كان تأهل مستحق. كنا ننتظر مباراة صعبة. السيناريو المثالي هو اللي تحقق في بداية المباراة، تسجيل هدفين أعطى أكثر أريحية للمنتخب المغربي، لكن تسجيل الهدف قبل نهاية الشوط أزم شيئا ما من وضعية المنتخب المغربي، لأنه جاء في وقت، لأن الشوط الثاني كان المنتخب الكندي أفضل بدنيا، لكن بالروح، بالاستماتة، بالقتالية، بالرجولة، بالإرادة الكبيرة استطاع المنتخب المغربي والعناصر المنتخب المغربي أنهم يحافظوا على التقدم ويهدوا هذا الانتصار الرائع، ليس للمغرب فقط، لمونديال قطر بأجمعين، لأن هذه فرحة المونديال القطري. إذن منتخب المغرب بيواصل الرحلة، وكرة الرحلة ستكون حاضرة في القادم من الجولات، وبإذن الله بلغة عربية وبتمثيل عربي مشرف في القادم من الجولات. سعدون الله ولكن تبعني مسيرة الشعب ورجاله وبناته، شعارها سلم وحب، والغادي سعدته. ألف مبروك. جميل. ألف مبروك كابتن يوسف، كابتن عزيز للجميع. طلع ابداعات عزيزة. ألف مبروك شيبو، يوسف، طارق، دكتور. ريت قوليت خدسو من قلب واحد. صحيح. وكما قلت لا يوجد أجمل وأفضل من كرة قدم لجمع الشعوب. أكيد وهذه قوة، وهذه هو سحر كرة القدم، ولا شيء ممكن يجمع، لا السياسة ولا شيء إلا كرة القدم والرياضة بصفة عامة، وهذا شيء مميز. بالنسبة لي لعب المباراة الشوط الأول شوط رائع، شوط ربما تكتيكي، لعب ضغط عالي، حصل على فرص، سجل هدفين. من ثم شاهدنا الشوط الثاني ربما توقيت الهدف اللي جاء فيه الهدف الاول للمنتخب الكندي، بدأت بعد الخوف، خصوصا مع بداية الشوط الثاني. العياء، انا قلت ترد انه المنتخب ربما مع المباراتين النسق اللي لعب بهم نفس التشكيل تقريبا، كان هناك العياء، لم يكن هناك انرجي باش يلعب المباراه بنفس المستوى، واحيانا الشعور بالحرص موجود في الرياضه. اكيد لانه صعب انك تلعب، مستحيل تلعب بنفس الاسلوب او بنفس الريتم او لا بنفس النسق طيله المباراه. هناك في الدار البيضاء في المغرب، صحيح في المغرب هناك فرحه كبيره في المغرب، واظن انه كما قلت الفوز وتاهل وصداره مستحقه تعطينا ثقه وتعطينا امل. ننتظر الان، هي كما قال يوم يفرح اللاعبين ويفرح الجمهور ويفرح الكل، لكن منذ الغد سوف يبدأ التفكير في المباريات المقبلة والمباراة النهائي.
لا ننسى خروج المغلوب، ننتظر مع من سنواجه. هناك مده قليله فقط محمد لاسترجاع الطراوه، استرجاع اللياقه، اعداد لاعبين مصابين ربما، والتهيئ بشكل افضل للمباراه. كما قلت الهدف تحقق وهو الوصول الى الدور الثاني. الان الاستمتاع اكثر، مع كما قلت دائما يكون عندنا شجاعه ويكون عندنا تفكير ان